السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبعافيه. ايه الفرق بين كروت الشاشه فئه الار تي اكس والجي تي اكس؟ طب الفرق ما بينهم يستحق فرق السعر ده؟ طب ليه بتوع الجرافيك وبتوع الالعاب بالخصوص بيحبوا قوي فئه كروت الشاشه الار تي اكس عن الجي تي اكس؟ مبدئيا كده يا جماعه، الار تي اكس والجي تي اكس دي مش كارت شاشه، دي فئه كروت شاشه. يعني الار تي اكس بيندرج تحتيها كذا نوع من انواع كروت الشاشه، والجي تي اكس برضو بيندرج تحتيها كذا نوع من انواع كروت الشاشه. نقسم كده الفرق ما بين الكارتين. اول حاجه من ناحيه القوه، الار تي اكس يكسح الجي تي اكس من ناحيه القوه والثبات والسوفت وير المتوافق مع الكارت ده او الفئه دي من الكروت. فمن ناحيه القوه والثبات الار تي اكس يكتسح الجي تي اكس. اللي بيميز اكتر فئه كروت شاشه الار تي اكس عن الجي تي اكس مميزات كتير جدا، من اهمها ميزه الري تريكنج او التتبع بالاشعه. الميزه دي بتساعد المستخدمين في ان هم يعرفوا الاماكن الظل او انعكاسات الضوء في الميه، والميزه دي كمان بتخلي ان الكارت ده يتميز عن غيره من الكروت بان هو بيظهر تفاصيل واحداث كتير جدا في الصوره او في الجرافيك مفيش كارت تاني غيره يقدر يظهرها ويبينها. الميزه التانيه المره دي رايحه لفئه كروت الجي تي اكس. ميزه ايه؟ ميزه السعر، وده اللي بيخليها بتتميز عن الار تي اكس في فرق السعر. فالجي تي اكس سعرها في المتوسط، فهي تصنف ككروت فئه متوسطه، ودي تبقى منتشره اكتر في الدول العربيه. الكروت دي بتتميز بان هي يكون سعرها اقتصادي جدا، فيكون على قد الجيب عن فرق السعر الرهيب اللي بتتميز بيه الار تي اكس. اما من ناحيه التبريد فطبعا الار تي اكس من ناحيه التبريد تتفوق جدا على الجي تي اكس. فكروت الشاشه بتاعت الجي تي اكس ممكن تيجي بمروحه بمروحتين، ده غير ان ماده التبريد اللي ما بين الكارت وبين المروحه مش احسن حاجه. انما الار تي اكس بتيجي جوده عاليه جدا، بيجي الكارت فيه 3 مراوح ويمكن اكتر، وماده التبريد اللي فيه بتبقى عاليه جدا. فلو هنيجي نصنف الفرق بين فئه الكروت الار تي اكس والجي تي اكس في 3 نقط، هنتكلم من ناحيه القوه التصنيف ده هيروح للار تي اكس عن الجي تي اكس. اما من ناحيه السعر فطبعا الجي تي اكس يكتسح الار تي اكس من ناحيه السعر القليل في الفئه الاقتصاديه دي. اما من ناحيه التبريد طبعا هيروح للار تي اكس، التبريد فيه خرافي وعالي جدا عن الجي تي اكس. فكده الار تي اكس بيتميز بنقطتين عن نقطه واحده في الجي تي اكس. لحد هنا خلصت حلقتنا، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.